$4 و36 سنت. دي كانت اول عموله ليا على موقع امازون تقريبا. المبلغ ممكن يبان بالنسبه لك انه مبلغ صغير، بس صدقني هتحس وقتها احساس عمرك ما حسيته قبل كده. فاكر احساس اول مرتب ليك وانت بتمسك الفلوس كده؟ هو ده احساس ان الفلوس دي انت اللي عملتها بمجهودك وتعبك بعد شهور بقى من الشغل واليأس والاحباط. الاحساس ده في حد ذاته يسوى اكتر بكتير قوي من المبلغ ده. كل اللي متابعني من زمان عارف ان انا اول بيزنس اونلاين اشتغلت فيه واول عموله انا كسبتها اونلاين كانت من التسويق بالعموله على الامازون. واول محتوى عملته على اليوتيوب واول سلسله شرح عملتها ونزلتها على القناه هنا كانت برضو التسويق بالعموله على الامازون. بس الواحد ما كانش يتخيل ان السنين بتعدي بالسرعه دي، وان سلسله امازون اللي انا لسه عاملها من مفيش كانت من 2023. النهارده في 2025 لما بدخل على كومنتات الناس على السلسله بتاعت امازون القديمه بلاقي ان في ناس بتشتكي ان في تغييرات كتير حصلت وان في حاجات موجوده في الشرح هم مش لاقيينها. ده غير ان في اكتر من مشكله للاسف اتكررت مع اكتر من حد، وفي ناس كتير قوي بتشتكي منها في الكومنتات، زي مثلا اثبات العنوان وتقديم الملف الضريبي واضافه الحساب البنكي بتاعك على الموقع. وتلبيه لرغبات المتابعين والمشاهدين، انا النهارده جاي اقدم لك كل حاجه ممكن تحتاجها عن التقديم لبرنامج التسويق بالعموله موقع امازون في 2025. النهارده هنعمل حساب مع بعض على موقع امازون خطوه بخطوه، وان شاء الله اقدر احل لك كل المشاكل المتعلقه بالتسجيل واهمها مشكله العنوان. وكمان هعلمك ان انت تقدم الملف الضريبي بتاعك بطريقه صحيحه علشان تضمن ان انت تاخد نسبه 0% ضرايب مش 30 زي ما كان بيحصل مع بعض الناس. واخيرا هعلمك ازاي تضيف طريقه استلام ارباحك من على موقع امازون، وده بقى عن طريق ان احنا هنعمل حساب بنكي امريكي على بنك بايونير، وكل ده في الشرح بتاع النهارده ان شاء الله. بسم الله نبدا ويلا بينا.